تفتكروا الحب لوحده كفاية؟ يعني لو في حب كبير بس مفيش حدود، مفيش احترام، مفيش حاجة اسمها أنا عارف إنك هتقبل ده، هل الحب ده هيعيش؟ في فيديوهات منتشرة مؤخرا واحدة بتتكلم عن فكرة غريبة شوية على مسامعنا ومجتمعنا. كانت بتقول مشكلة العلاقات النهاردة إن الست ما بقتش بتخاف من راجلها. أول ما بنسمع خوف في الجواز عقلنا بيروح على طول على العنف والسيطرة والصريخ، بس هل ده فعلا المقصود ولا في معنى تاني أعمق، معنى بننساه في الزحمة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من لاف جليتش، ومعاكم أسامة سيد الأهل. حلقة النهاردة بعنوان الأمان مش الخوف، The Boundary Glitch، خلل الحدود. خلينا نفرق بين حاجتين مهمين جدا. في الأول، في فرق بين الحدود والسيطرة. الحدود يعني أنا بحمي نفسي وبحمي اللي بحبه وبحمي العلاقة ككل، لكن السيطرة يعني أنا بتحكم فيك وبتحكم في العلاقة كلها. طيب عشان نفهم أكتر، تخيلوا معايا لو ست قالت لجوزها أنا مش مرتاحة إنك تروح النهاردة مثلا النادي أو القهوة whatever. طيب ده سؤال ولا حدود ولا سيطرة؟ طيب لو جوزها رد عليها مش هينفع تقوليلي أروح فين وامشي فين ولا أجي منين، طيب ده رد لكرامته ولا رد سيطرة برضو؟ الحقيقة العلاقة الصحية مش محتاجة حدود حمراء من طرف واحد. العلاقة الزوجية الصحيحة بين اتنين بيحبوا بعض محتاجة سقف الاتنين يعرفوا انهم تحتيه في امان. لما كنا صغيرين وكنا بنخاف من اهالينا كنا بنخاف من العقاب، مش بنخاف منهم، وده فرق كبير. لكن لما كبرنا فهمنا اننا بنحبهم عشان كنا بنحس معاهم بالامان، مش خوف منهم. عشان كده الجواز مش زي علاقة الاباء بالابناء. طيب الجواز علاقة بين شريكين، والشريكين مش محتاجين خوف او عقاب، لا، محتاجين ثقة ان في خط احمر مفيش حد فيهم هيعديه، عشان عارف قيمة اللي قدامه، مش عشان خايف من العقاب. وهنا بوجه كلامي للرجالة والستات مع بعض. الاحترام مش كلمة بنقولها في التليفون، الاحترام شعور بيتبني بالسلوك، بالمواقف، بالنظرات. هديكم مثال بسيط. خلينا نتخيل مع بعض مثالين. المثال الأول، تخيلوا راجل زميلته في الشغل بتبعت له رسائل كتير بره وقت الشغل، وهو في بيته مع مراته ومهيش خاصة بالشغل، نكتة بقى، مشكلة وعايزة يساعدها whatever أيا كان، أو بتكلمه بطريقة فيها تجاوز عن اللزوم بره إطار الشغل. ومش لازم يكون تكستنج، ممكن يكونوا متجمعين وقاعدين كلهم سوا وانتي قاعدة وشايفة ان في واحدة مشغولة بزيادة مع شريكك. هنا الراجل اللي بيحترم مراته مش هيسكت عشان عادي ولا يعمل مشكلة ويكبر الموضوع، هو هيوضح الحدود بكل احترام. انا متجوز وده ما يصحش. في وجودها او في غير وجود مراته لازم يقول الكلام ده، مش عشان غيرانة او خايفة انها تفقده، لكن عشان لازم يكون عارف ان الكرامة الزوجية خط احمر، وان الحماية مش بالغلظة والزعيق والترهيب، لا، بالمواقف الواضحة وبهدوء واتزان. طيب مثال تاني، تخيلي معايا ست قاعدة مع جوزها في فرح صاحبتها أو قرايب والموسيقى اشتغلت، وفجأة الست قامت من جنب جوزها من غير ما تبصله أو تستأذنه، من غير ما تحس إنه مش مرتاح ولا مبسوط من اللي حصل ده. أو قاعدين في مكان وعينيها رايحة جاية على الرجالة اللي داخلة وخارجة المكان ومش مهتمة للراجل اللي معاها. دي مش حرية ولا انفتاح ولا open minded، لا، ده قلة احترام للراجل اللي معاها. مش عشان جوزها مش هيضربها أو هيزعلها، لكن عشان هي عارفة إن ده بيقلل منه قدام الناس، وللأسف ده بيقلل منها هي كمان، بس مش واخدة بالها. لازم نتأكد إن الست اللي بتحترم نفسها وشريكها هي اللي متأكدة إن كرامة ومنظر جوزها قدام الناس هي كرامتها. مثال أخير هيشمل الاتنين، الزوج والزوجة مع أهله، حاجة بنشوفها كل يوم في الواقع وفي التلفزيونات. العلاقة مع أهل بعض. تخيلي إنك قاعدة في بيت أهلك وبيتكلموا على جوزك بطريقة مهينة. ده مش راجل، ده مش عارف يدير بيته، انت ليه سايباه يعمل كده؟ الست اللي عندها وقار واحترام لبيتها وجوزها مش هتسكت عشان هم أهلها، ولا هتقول هم بيحبوني أكتر منه، لا، هي هتقفل الموضوع بهدوء. أنا مش قابلة الكلام ده على جوزي. لما أهلها يشوفوا إنها مش قابلة إهانة جوزها هيبقى عندهم هيبة للبيت ده.
واحترام مش خوف، وده عشان بنتهم نقلت ليهم ان كرامة بيتها وجوزها من كرامتها، مش خوف من جوزها. نفس الموقف مع الراجل ووالده او والدته، قاعدة بتتدخل في كل حاجة في بيته، زي الاكل مش حلو النهاردة، انتي بتربي ولادك ازاي كده، مش لابسين حلو ليه، و الراجل هيبته من هيبة مراته، هيوقف التدخل ده بكل ادب واحترام. ماما انا شاكر لحبك، بس ده بيتي ودي مراتي وقراراتنا مع بعض. بيقول كده مش عشان مراته هتزعل، لكن عشان الكرامة الزوجية مش للتفاوض. ولما أهله يشوفوا إن ابنهم بيحمي بيته، هيبقى عندهم وقار واحترام لعلاقتهم دي. الراجل والست اللي بيسكتوا لأهلهم على شريكهم في الحياة، الاتنين بيقللوا من الأمان والكرامة والسقف اللي فوق بيتهم. فالسقف ده لما بيتشقق ويتكسر يخلي أي حد يتدخل ويتكلم ويجرح في الاتنين. في ثقافتنا كلمة الهيبة بتتقال كتير، بس يا ترى عارفين معناها الحقيقي ايه؟ الهيبة في اللغة العربية مش الخوف من الضرب أو رعب من أذى نفسي، لا، الهيبة هي الوقار، التبجيل، هي انك تشوف الشخص اللي قدامك وتقول في نفسك ده أو دي أغلى ما في حياتي. لما الراجل يكون قد كلمته قدام الناس، مش عشان يخوف مراته لكن عشان يحميها ويحمي كرامتهم. ولما الست تمشي في مكان وتعرف ان في حدود مش بتاعت خوف لكن بتاعت انا مش هقلل من جوزي قدام حد، ده مش خوف، ده وفاء وثقة، ده انك تحمي بيتك من جواك قبل ما تحميه من بره. الهيبة الحقيقية انك تبص لشريكك وتشوف في عينيه انك اغلى انسان عنده وترد له نفس النظرة. طب لو في مشاكل، لو في حد فينا عدى الخط وتعدى الحدود، مش هقول لكم العواقب، لأن كلمة عواقب في العلاقات الزوجية بتتحول بسرعة لعقاب، والعقاب بيتحول لابتزاز عاطفي. طب لو حد قلل من التاني قدام الناس، الحل مش هسيبك على طول ولا هسكت لحد ما تتربى. السؤال الأول لازم تسأله لبعض، انتوا كلمتوا بعض من البداية وحطيتوا الحدود والخط الأحمر لحمايتكم وكرامتكم؟ طيب الحل هنتكلم في البيت، هتقول أنا اتجرحت، الحل إني أوضح إن ليا كرامة. طيب الصمت العقابي ده سم قاتل، لما حد يقفل التليفون يومين مثلا عشان يعلمها الدرس، ده مش راجل، ده طفل بيلعب لعبة. والتهديد بالرحيل في كل مشكلة صغيرة، ده مش قوة، ده جبن. لأن القوة الحقيقية مش إنك تقدر تمشي، القدرة إنك تقدر تفضل وتصلح. الحدود الصحية بين اتنين لما تتعدى، الرد بيكون حماية مش عقاب، حماية لكرامتي والقلبي وللعلاقة من الانهيار. عايز أقول حاجة للرجالة الأول، الراجل اللي يقدر يستغنى بسهولة، اللي يمشي في أول مشكلة، اللي بيقول أنا مش محتاج حاجة، ده مش قوي، ده هش. القوة الحقيقية في الراجل اللي عنده نضج عاطفي، اللي يقدر يقول فيه مشكلة بس أنا هنا وعايز نفهم بعض عشان نحل. الراجل القوي مش اللي بالصوت عالي، القوي هو اللي يمسك أعصابه ويتكلم بهدوء وبالعقل عشان يحافظ على بيتهم. بالنسبة للستات، الست اللي تعرف تتكلم مش تخاف لكن تحترم لدرجة إنها تختار كلماتها، إنها تعرف إن جوزها مش عدو، هو شريك. الفطرة البشرية مش إن الست تدور على الأقوى ولا الراجل يدور على الأطوع اللي بتطيعه. يعني الفطرة إننا ندور على الأمان، على اللي نحس معاه إننا مش محتاجين نتكبر أو نتصنع أو نتكلم من ورا قناع. الأمان ده هو اللي بيخلي الحب يكبر. عشان الفكرة توصل، خلينا نفتكر اللي حصل من أيام بسيطة. شفنا برنامج مستضيف ليلى زاهر وهشام جمال، الناس طلعت تقطع فيهم وتقول علاقة توكسيك وريد فلاج عشان بعض الأجزاء اتفهمت غلط أو اتقصت على السوشيال ميديا whatever. لكن ليلى زاهر بنفسها ردت على الصفحة بتاعتها الرسمية، وردها كان يدرس في اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في حلقة النهاردة. قالت إنهم بيحبوا بعض وبيبقوا مقدرين بعض، وإن الشخص اللي بيحب حد بيتغير له عشان يفرحه أكتر، مش خوف ولا سيطرة لكن كرامة وثقة واحترام متبادل.
ده بالظبط اللي بنقوله. الأمان إنك تبقى مع حد وتعرف إنه بيحترمك ويقدرك ويتغير لك، مش خوف لكن عشان يفرحك. ربنا يكرمهم ويزيدهم حب وسعادة، وياريت ناخد منهم المثال ده مش النقد اللي اتقال عليهم. الحب الحقيقي مش بيعيش في بيت فيه خوف، الحب بيعيش في بيت فيه أمان، احترام، حدود واضحة، الاتنين بيحترموها من غير ما حد يقول. الهيبة الحقيقية إنك تشوف شريكك قدامك وتقول في نفسك أنا بحبك جدا وبحترمك لدرجة إني مش هسمح لنفسي أقلل منك ولا تعدى حدودك ولا خلي حد يجرحك قدامي ولا نجرحك قدام الناس. الهيبة إنك تكون ملجأ لشريكك وأمان ليه مش سجن له. شاركوا الحلقة دي مع حد محتاج يفتكر إن الحب بيبدأ بالأمان. وما تنسوش تسيبوا قصصكم وآرائكم على صارحني، وفعلوا التنبيهات، وتابعونا على كل المنصات، يوتيوب وسبوتيفاي وأنغامي، تيك توك وإنستجرام، عشان الجليتش الجاي أعمق بكتير. سلام.